كل صيف تعود حرائق الغابات في الجزائر إلى الواجهة، وتلتهم آلاف الهكتارات من الأشجار، وأحيانا تتسبب في خسائر بشرية ومادية. لكن لماذا تتكرر هذه الحرائق؟ السبب الأول هو ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر التي تجعل الغابات أكثر عرضة للاشتعال، خاصة عندما تكون النباتات جافة. السبب الثاني هو الرياح القوية التي تساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة، مما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. كما تشير السلطات في بعض الحالات إلى أن بعض الحرائق قد تكون بفعل الإنسان، سواء بسبب الإهمال مثل رمي أعقاب السجائر أو إشعال النار قرب الغابات، أو في بعض الحالات قد تفتح تحقيقات للاشتباه في وجود حرائق متعمدة، وتختلف نتائج هذه التحقيقات من حالة إلى أخرى. وتؤثر هذه الحرائق على البيئة بشكل كبير، إذ تدمر الغابات، وتهدد الحيوانات البرية، وتؤثر في جودة الهواء، وقد تصل النيران إلى المناطق السكنية. وللتقليل من هذه الكوارث، تعتمد الجزائر على فرق الحماية المدنية والطائرات المخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى حملات التوعية وعمليات المراقبة. نسأل الله السلامة لكل المتضررين، وأن يحفظ الجزائر وسائر البلدان من الكوارث.